السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنقطع النمل خالص والصراصير من البيت بطريقة جميلة وسهلة. لو كنتش متعرفهاش افهميها معايا اهو. انا جبت ازازة زيت ب6 جنيه للنمل مخصوص. حطيت نصها على شوية مية وهرشهم للنمل في المكان اللي فيه نمل. ترشي في المكان اللي فيه نمل وتخلي بالك من ايدك تتغسل اول وبعد ما تخلصي. هنا حطيته نص الازازة على شوية المية ورجيتهم. بص عملت لونها لبني ازاي. هرجها كويس برضو قوي واشيل بقى المرتبة واللواح وابتدي اخش تحت السرير عشان في تحتيه شوية ألمونيا وشوية حاجات. فانا هنقل الحاجات كده وكده كده الألمونيا لو خدت حاجة من تحت السرير هغسلها قبل ما استخدمها. وشوية خزين كده حطاهم في البلاستيكية البيضة اللي عدت دي. وهنا دول شوية حاجات برضو ليهم عازة وكده، فرش أرضيات وكده. فكل دي حاجات مش كركبة مش زبالة، حاجات ليها عازة. فتحت السرير عندي بيطلع لي من تحت السرير نمل وبلاقي فيه تحت السرير نمل، والنمل بيطلع يمشي بره في الحتة اللي بين السرير ده والسرير ده. فانا قلت ايه، فهمت فين بيجي النمل منين، وابتديت ان انا افضي بقى تحت السرير عشان ايه، ارش ازاي بقى. هوريكي ازاي عشان تستخدمي بنفس الطريقة. هو انا ما عنديش بخاخة الا بخاخة نضيفة، ما ينفعش احط فيها حاجة النمل لان انا هستخدمها مرة واحدة وارميها حرام. فانا استخدمت بتاعت الصابون اللي هتترمى دي، هي اللي انا شطفتها وحطيت فيها شوية زيت النمل دوت ومية. وهبتدي ارش ازاي بقى في الاركان بس. انت هترشي في الاركان، ريحته هتطفشه من الاوضه كلها، مش هتخلي اثره في الاوضه، يا هيموت المهم ان انا بعد ما عملته ما لقيتش ريحه النمل. زي ما انت شايفه كده تستخدميه في الاركان بس، يعني مش تحوسي الحاجه اللي تحت السرير، لا. انا كنت مسيئه ومنضفه و... ولما قلت بقى النمل هركز عليه يوم لوحده، فاديني اهو بركز عليه اليوم لوحده، هو تنظيف المرتبه. وبرده الصراصير، بصي الابره دي سرنجه فيها عجينه صراصير، عجينه تطفش الصراصير. فبرضه هنحط ايه منها في في كل حرف كده زي ما انت شايفة في السرير، في حروف القصر السرير كلها، عشان لو في، عشان برضو لو صرصار داخل ولا حاجة يموت او يطفش. و... وكل رجل زي كده هنحط فيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. دي سرنجة بتتباع، تفضي منها العجينة بتطلع تلزق على طول على المكان اللي انت توجهيها عليه. يبقى كده احنا خلصنا من الصراصير ومن النمل، ولا هتلاقي صرصار ولا هتلاقي نملة. تمام. فالنظافة الأساسية حبيبة قلبي هي بتبدأ من النمل، صراصير، دي الأساس النظافة. مفيش حد اسمه يسيق ويخلص ويطلع لك نمل وصراصير يبقى انت نضيفة، لا. النظافة ان انت تموتش النمل والصراصير يبقى مفيش. وخاصة شهر 7 و8 يا بنات، هما اللي تستخدمي فيهم الطريقة دي. بتيجي السنة الجاية ما تلاقيش أثر لا للنمل ولا للصراصير. شهر 7 وشهر 8 احفظي. شهر 7 كله تقدري تعملي الكلام ده، وشهر 8 كله تقدري تعملي الكلام دوت. تمام يا حبايبي. وادي بصي اسم اللي هي السرنجة اللي فيها عجينة الصراصير اهو، اسمها وطريقتها وكله. اسمها سوبر بيست. اسمها سوبر بيست، دي لعجينة الصراصير، سرنجة فيها عجينة الصراصير. ماشي يا حبايبي. وهنا في حتت ما اتحقصتش، فانا ايه، هزود عليها شوية بحيث ان انتي المية ما تجريش وتروح تجري على الحاجة، لا انتي بتحطي في الاحرف بس، ما بتجريش المية بتاعتك، مش تكتري. تحكمي في نفسك وفي ايدك. تمام يا قلبي. كده احنا ايه بنرش بعتنا شوية عشان النمل بصراحة شكله كأنه البيت مش نضيف. يعني ما تبقي قاعدة منضفة وتلاقي نمل طلعلك، لا دي كده بيت مش نضيف. تلاقي صرصار طلعلك، لا بيت مش نضيف.
فاحنا هنا كده بالشكل ده بنقطع كل الكلام دوت من البيت، بنحافظ على نظافة بيتنا. وكده بقى نرجع الحاجة مكانها، بس مش مكانها بقى، مش هنسندها على حروف الحيطة. انت لو في مية سرسبت يعني هتشلط وتنزل تحت الحاجة، حاولي تشفطيها بحتة قماشة وترميها، بس سيبي المية في الأركان ماشية في زيق الحيطة، ماشية فيه تمام. بتبعدي بقى عن زقر الحيطة ده وترصي حاجتك، ولما تعوزي حلة أو صينية أو حاجة تتغسل قبل ما تأذي فيها. ده اللي انا خدته يعني قاعدة، رغم ان هما مش هيتعاصوا، يعني انا عارفة ان هما مش هيتعاصوا، بس استحراس، استحراس ونظافة، بحيث ان انتي تبقي مش متأذية يعني، او حاسة ان انتي حطيتي حاجة مش نظيفة للعيال. اللي بصي دي انا كده بمسح اللي هو يعتبر زي المية خانتني وراحت كده شوية بره عن زيق الحيطة. فانا باخد عشان ما يلطش في الحاجة، ويبقى في خطورة. يعني انا حريصة شوية ان انتي تبقي حريصة وانتي بتحطي، هو ده الشطارة، كوني حريصة في استخدامك للحاجة دي. هي دي شطارتك. وكده برضو دخلت على المطبخ، برضو في نمل في الحتت دي، فانا بحط في الحتت اللي فيها نمل. انا عاملة الورق الفوم ده بنات، فمش هو اساس النمل، لا النمل ده حسد يا بنات. النمل ده انا اعرفه ان حسد، طول عمري اعرفه ان ده حسد، مش من الفوم ابدا، لاني تحت السرير مفيش فوم. في ليه نمل؟ فاهمني؟ فانا رشيت برضو فوق السكن كده، بس لو حاجة نزلت على الرخامة طبعا انا هصبن الرخامة بعد ما ارش. تكوني حريصة عشان ده سم يا بنات. لو جه في اكل في حاجة غلط، فانت هترشي في الحتت اللي فيها نمل، والحتت اللي بتحطي عليها اكلك على الرخامة كل ده هيتصبن، القسط تحطيه تحت الرخامة عشان ان انا استخدمها بامان وسلام. فاهماني يا قلبي؟ فمن هنا ان شاء الله هيبقى بيت نضيف، لا صرصار ولا نملة، ولا صرصار ولا نملة، ولا هتلاقي صرصار ولا نملة. دي الرخامة من الناحية التانية بعملها برضو عشان برضو النمل. وفعلا يا بنات انا عايزة اقول لكم، انا دلوقتي سجلت الصوت على الفيديو تاني يوم. النهاردة بقى انا امبارح عاملاه مصوراه، النهاردة مفيش ريحة النملة عندي ولا تحت السرير ولا على الرخام، عشان تكوني برضو مصحصحة معايا ان انا بديكي المعلومة بثقة، بمصداقية يعني، مش ان انا عايزة منك لايك وتمشي تتكل على الله، شكرا منك انا خدت اللايك، لا انا عايزة اللايك منك وانتي راضية عنه تماما، بعد ما تعملي هتدعيلي ان شاء الله، ولو حبيتي تدعيلي ادعيلي بالشفاء. وكده انا النور راح، فزي ما تقولي شايفين حتى التصوير النور فيه عامل شوية، معلش اعذروني. فانا برص تحت السرير عشان ارجع اللوح زي ما كانت، العرضات، اللوح زي ما بتسموها بقى، انا بسميها لوح، في ناس بتقول عليها عارضة، فعشان ارجع العرضات تاني وارجع المرتبة زي ما كانت. وشوفوا بقى الدور الجاي بقى عن نظافة المرتبة. احنا بقى نظفنا، هننظف تحت السرير وهننظف مرتبة السرير كمان. خليكي معايا وانت هتشوفي فيديو جميل وملم بكل اللي ست بيت تحبه، وتعليم للستات الصغيرين اللي لسه مبتدئة، ولأي ست متضايقة من النمل والصراصير الفيديو ده هيعجبها ان شاء الله وهيفيدها قوي. كده رجعنا اللوح دي يا بنات، انا كنت وانا مسيقه كنت مسحاها من التراب ورصاها بنظافه، وكل الحاجات اللي تحت السرير دي كان متسيق تحتها بنظافه، بس تسيقي ما تسيقي طالما مش حاطه الرش بتاع النمل بيطلع نمل. فانا سيقت ونضفت ولقيت فيه نمل، لا ما يبقى البيت كده مش نضيف. فابتديت عملت كل اللي انا عملته قدامكم ده عشان النمل.
النمل، وقلت بالمرة استحراس نعمل عجينة الصراصير. من هنا بقى ايه، انا هحط المرتبة، وبرضو هنضف معاكم المرتبة يا بنات بطريقة برضو جميلة. واحدة واحدة كده هفهمكم برضو بتتنضف ازاي بطريقة عبقرية يعني، وشطارة كده ونظافة. ست النظيفة مش هي اللي تفرش ملاية نظيفة وتسيق الأرض. الست النظيفة أساس البيت يكون نظيف. يعني مرتبة زي دي بقى أنا عشان العرق وعشان حشرة الفراش اللي بيقولوا عليها بتبقى مش باينة غير بالميكروسكوب، بأدق ميكروسكوب كمان بتبان. فاحنا هنعمل ايه بقى، رشينا بيكربوناتو على المرتبة كلها بنيت. بعد ما ترش المرتبة كلها بيكربوناتو، هنبتدي كمان نرش فوق البيكربوناتو خل يا بنات. ما تخافيش، ريحة الخل مش هتقعد في المرتبة ولا هتضايقك في ريحتها، بالعكس ده هي هتتفاعل مع البيكربوناتو وهتديكي نتيجة حلوة. هتشيل بقع المراتب، هتشيل حشرة الفراش لو فيه، هتفرشي عيلك ينام بأمان وسلام وهو مستريح، ولا عماص يجيله في عينه ولا هرش يجي في جسمه. كده ملينا المرتبة كلها بيكربوناتو. هنبتدي بقى ايه كده خلاص المرتبة كلها اتملت بيكربوناتو، اسمه بيكربوناتو يا بنات. هنرش بقى عليه الخل النورجيه، وشايفين حتى الصورة نورت معاكي ازاي. هنرش عليه بقى الخل فوقيه، هتعمل زي فقاقيع كده خفيفة بنات، وتتفاعل البيكربونات مع الخل، وبيخلي المرتبة يعني بسم الله ما شاء الله. اعملي وهتدعيلي ان شاء الله. وكده انا بعلم هنا بنات بعد ما رشيت وعملت بالخل، شفطت ده بعد بتاع 5 6 ساعات. شفطت اللي على المرتبة كله بعد الرش، سيبيه على المرتبة بتاع 5 6 ساعات وافتحي عليه الهواء، وبعدين شفطيه كده بالمكنسة زي ما شفتي. النظافة من KG1 لنظافة. طبعا سبت المرتبة ودخلت بقى بنات اعمل الغدا. الغدا بقى جبت نص الورك اللي فوق يا بنات، اسمه صدر الورك او نص الورك اللي فوق، الكيلو ب55 جنيه. عملت غدا يا بنات بأقل ما يمكن، واسمك كده غديتي ولادك فراخ. كده انتي بتقطعي البطاطس حلقات رفيعة خفيفة عشان مش بتاخد سوا جامد الفراخ في الصينية في الفرن. وما بتكتريش الطماطم، يعني لو احنا عددنا كنا 4 افراد، اكلنا نص كيلو بطاطس وربع كيلو طماطم، خرطناهم على بعض. البطاطس حلقات رفيعة خفيفة، والطماطم زي ما كنت بتعملي سلطة كده زي ما انتي شايفة. وانا جبت كيلو طماطم تقعد في التلاجة مش هتخسر، وخدت منها حوالي ربع كيلو، وجبت كيلو بطاطس خدت منه حوالي نص كيلو. يعني الاكل كله حوالي يا بنات 65 جنيه. لو عايزة تتعشي وتتغدي منها حطي فيها كيلو بطاطس، وممكن تتعشي بالليل بقى بطاطس كده من غير فراخ، بحيث ان انتي تبقي دبقتي ووفرتي مصروف البيت وبقيتي ست شاطرة ونضيفة وكل حاجة. فيديو ملم بكل حاجة بيعلم كل الستات اللي هي لسه مبتدئة او لسه عايزة تتعلم في حياتها الزوجية. والبصل خرطته كده حلقات يا بنات، وطبعا معلقة ملح بس متملهاش عشان الاكل ده ملحه بيبان بسرعة، وحوالي معلقة فلفل اسمر، معلقة كبيرة، معلقة الشوربة دي مليها فلفل اسمر. خلاص كده ده خرطتي الفلفل الطماطم على البصلة على حطيتي ملح وحطيتي فلفل اسمر وغسلتي الفراخ ورميتيهم جوه بعض. ادعكيهم بقى كده الفراخ حته حته كده بالملح والفلفل الاسمر زي ما انت شايفه. شربيها من طعم البصل والطماطم والفلفل الاسمر كويس، وابتدي واحده واحده حته حته اعمليها كده.
عايزة اقولك وجبة اكل جميلة وسريعة وما فيهاش ولا سمنة ولا زيت، صحية كمان لعيالك وليكي ورخيصة. يعني انتي كده ست بيت معترفة لو انتي عملتي كل ده. نظافة وكمان اكل، شاطرة شاطرة، تبقي شطورة وجدوعة كده، جوزك وحماتك يقولوا يا شطارتها. كده بقى اضيف عليها البطاطس ونقلبها برضو، وتحطي كوباية مية صغيرة قوي قوي، صغيرة صغيرة صغيرة، بس عشان تلحلح البطاطس وعشان تسوي البطاطس. اما الفراخ كده كده بتتشوى شوي فوق الصينية. وكده رصيناها وهندخلها بقى الفرن. زي ما انت شايفة كده خلاص خلصت، هندخلها بقى الفرن. عملت وجبة اكل لعيالك تسنديهم وبمصروف باقل مصروف. وابتديت بقى ان انا اغسل شوية المواعين اللي اتوسخوا مكان الاكل، واشطفهم وهدخلهم مكانهم وامسح الرخام، وكده يبقى المطبخ ايه، طلعنا منه نضيف وعملنا اكلنا وكله. نمسح بقى الرخامة. والغدا كده خلص وابتدينا نتغدوا كلنا، في اللي اتغدى فوق وفي اللي اتغدى تحت. و... وعايزه اقولك طعمها تحفه تحفه، تستاهل بقك، وعامله ريحه اكل في البيت، يعني الناس كلها شم ريحه اكلك وان انتي ست شطوره كده وطبخ. بعد بقى ما خلصنا الغدا، طبعا كان السرير اتهوى ما فيه الكفايه، اليوم كله اتهوى ونشف من اللي فيه، وشفطنا السرير وتمام، كنا مشفطينه تمام. فرشناهم طقمين سراير بيت زي القشطه، وكنسنا الأوضة بس كنسة من فوق الوش، لأن أنا كنت مسيقاها قبل تنظيف النمل وعجينة الصراصير. فأنا كنستها كنسة من النص كده، وفرشت الطقمين السراير البيت والترابيزة العسولة دي والستارة الأمورة دي. وإيه رأيكم بقى؟ لو عجبك الفيديو ياريت شير ولايك وسبسكرايب. ما تنسيش يا قلبي كومنت الجميل واللايك بتاع ايدك الحلوة. بحبكم صدقوني، بحبكم في الله. يا ريت يا بنات تدعموا القناة عشان نستمر في نشر المزيد. ولو انتي مش مشتركة يا ريت تشتركي عشان أسرتي تزيد وتكبر بيكي وليكي ان شاء الله. وبكده اترككم في حفظ الرحمن واقول لكم باي باي حبايبي، مع الف سلامة حبايبي، مع السلامة.